هذه أكثر فترة غادي نحس فيها بنعمة الوقت. لما كنت أخوتي عايش في نوع من الفراغ كانت الساعة ما عندهاش أهمية، وكان تقسيم اليوم على خدمة ومهمة خاصها دار في وقت محدد بحال شي حكاية بعيدة عليا وعلى الحياة ديالي، وما كنتش داير اعتبار للطاقة ديالي كبشر. واليوم راني في حالة الصدمة، يا غادي نتغير يا غادي يهرب عليا التران. باش نفسر لكم مزيان هاد حالة الصدمة واللي سميتها صدمة التغيير، ولا بد نرجع نلخص لكم قصة اللي كثير منكم ما كيعرفهاش. أنا شاب مغربي ثلاثيني من مدينة الدار البيضاء، شريت موتور باش نخدم به في شركة توصيل، لكن ما تلقيتش جواب رغم أنني دفعت عدة طلبات. ومن بعد جاتني فكرة دخول عالم التجارة، لكن براس مال قليل كانت خاصني نلقى منتوج يناسب ميزانيتي ونبدا نروج ليه. ولما درت الخطوة الأولى في التجارة غادي نلقى راسي محاط بأصوات ناس ماشي من لحمي ومن دمي كيقدموا لي يد المساعدة وكيدعيو معايا بالتوفيق بحال أنا ولدهم ولا خوهم ولا رفيق دربهم. ولما حطيت رقم الهاتف ديالي للتعاون والتواصل والسبب الرئيسي باش نستقبل طلبات أي زبون محتمل اللي يشري من عندي المنتوج، غادي نكتشف باللي أنا ماشي غير إنسان دايز وتعاطفوا مع الناس، غادي نكتشف باللي أنني محور شي قصة اللي سمعها باغيها تسالي بنهاية سعيدة. لدرجة أنه كاين اللي لقيتو راسل لي دعم مادي وأنا ما طلبتش هادشي، وكاين اللي سخر جند الله باش يعاونوني نسوق الجملة وفي شركات التوصيل، وكاين اللي قال لي انت شمعة ضوات ونورات لنا الطريق. وعلى ذكر النور والأخبار السعيدة، عندي لكم خبر زوين نسبيا ماشي زوين 100%، هو أن شركة ياسر تواصلوا معايا وقالوا لي جي الفورماسيون باش تفهم طريقة العمل وتبدا الخدمة. وهذا الشيء حتى تحركت في طريق التجارة وبديت كنحاول نفهم السيستم، وبديت كنتعلم نصوب متجر إلكتروني، وبديت كذلك في التواصل مع بعض الأخوات والإخوة باش نتعاونوا في الترويج لشي منتجات جايين في الطريق. عاد جات هاد الفرصة هذه اللي كيف ما كان الحال كتعتبر عمل حر، وبصراحة كنت متردد حيت سمعت عدة معلومات غير مبشرة على العمل مع هاد الشركة، ولكن قلت مع راسي أنا مازال كنأسس النظام ديالي في التجارة ومازال ما ربحت والو من غير محبة الناس والعلاقات اللي ربطت مع وجوه الخير بحالكم واللي خديت منها معلومات وتجارب في وقت قصير والله ما كتقدر بثمن. اجي نجرب، ربما نبدا نجيب مصروف يومي يدير لي راس مال صغير وناخذ فكره على عالم الدليفري، ولا ما عجبنيش الحال نكونوا قيدنا هاد التجربه في الكناش. ومن هنيت حتى نتوما تقدروا تشوفوا بعينيكم هاد الجزء من حياتي. خوت السلام عليكم، نهاركم مبروك، جمعة مباركة. اليوم الجمعة 7 فبراير 2025. كاين الجديد موطوري حيدوا عليه الباتش لأنه شحال محطوط تقريبا شي يومين. كاين الجديد هو أنه إن شاء الله بإذن الله غادي نمشيو نديرو فورماسيون، إذا كانت اليوم طبعا حسب الرسالة ديال ياسر أن اليوم إن شاء الله الفورماسيون نمشيو نشوفوا كيفاش تمشي الأمور، شنو المطلوب منا، ويكون خير إن شاء الله. كيف ما العادة التوقيت المغربي ديما زيد بساعة ونص على الموعد المحدد، موعد التدريب مع 3، لكن ما بديناه حتى 4:30. دخلت لقاعة العرض الصغيرة غير أنا وواحد الأخ، بقية المتدربين كانوا مازال ما جاو، وتا السيد اللي غيشرح لينا حتى هو ما كانش. هانية يوم الجمعة والغايب حجتو معاه كيف ما تيقولوا. تسنينا شي ساعة ونص، وفي نفس الوقت شفنا واحد الفيديو في شرح طريقة استعمال التطبيق واللي ارسلوا لنا المسؤول على التوظيف في حسابنا على الواتساب. ومرحبا بكم في الفيديو هذا. هذا الفيديو اللي المدة ديالو 8 دقائق، لأنه عطانا فقط طريقة التعامل مع تطبيق الدليفري، يعني قبول الطلبية، عنوان استلام الطلبية اللي ممكن يكون مطعم أو متجر، طريقة استلام الطلبية والمكونات ديالها والثمن إلى آخره، ثم طريقة التأكد من إيصالها للزبون، وفي نفس الوقت كيفاش التعامل مع المشاكل اللي ممكن توقع عند استلام الطلبية، كيفاش تبلغ على هذه المشاكل في 3 مجموعات ديال إدارة الشركة في الواتساب. لكن التعرف على طريقة عمل هذه الشركة الحقيقي غادي يبان من خلال الشرح اللي قام به واحد الأخ، واللي من خلاله غادي يبان باللي كاين اختلاف على باقي شركات التوصيل. المهم باش ما نصدعش لكم راسكم بزاف، المختصر المفيد هو أنه خاصك تبدا نهارك ب 300 درهم بجيبك من مالك الخاص. الهدف من هذه العملية
هو انه كاينه احتماليه كبيره انك غادي تدوز طلبات مثلا في ماكدو ولا KFC من مالك الخاص وكزبون عادي. يعني ماشي الشركه اللي كتدفع عنك ثمن الطلب وتخليك انت فقط مركز على مهمتك ديال التوصيل. الاجر ديالك انت كعامل توصيل كيبدا من 7 دراهم ونص زائد درهم ونص تقريبا بونيس على كل كيلومتر قطعتيه. هذا هو تقريبا التسعير الموجود عند غلوفو على حد علمي. ولكن غلوفو عندهم بونيس اخر واللي ما عندوش علاقه بعدد الكيلومترات المقطوعه واللي تيكون في ساعات الذروه. هنا ما كاينش هادشي، يعني عندك ربح تقريبا ديال المتوسط 10 دراهم في كل طلبيه الا قلنا مثلا بلي انت قطعتي فقط 2 كيلومترات. وبما ان الموتور عندي كيصرف تقريبا شي 40 كيلومتر في المدينه على كل 10 درهم ليسانس، هادشي كيعني انه كيصرف درهم على كل 4 كيلومتر. يعني مشوار ديال طلبيه ديال 2 كيلومتر واللي ربحتي فيه 10 دراهم حيد منه نصف درهم ديال ليسانس. وطبعا هادو ماشي ارقام ثابته وكيختلفوا من طلب لطلب ومن عنوان لعنوان حسب نوعيه الطريق وحسب طريقه القياده ومن موتور لموتور. طبعا حتى لهنا كلشي واضح ومشجع الا قدرتي دير فوق 10 طلبيات في النهار. المشكل هنا ما كتعرفش شحال ربحتي حتى كدوز 24 ساعه من بعد ما ترد اي كاش في يديك للشركه. هاد الكاش اللي هو فلوس الطلبات اللي شديتي مع الزبائن واللي كيرجعوا لك منها المبلغ اللي صرفتي من جيبك واللي تكلمت عليه قبل قليل واللي خاص يكون عندك في جيبك كل نهار واللي هو 300 درهم. يعني كتبدا النهار بزائد وكتساليه بناقص والغد ليه كيردوا لك غير فلوسك باش تلقى ديك 300 درهم اللي تصرف عاوتاني في اليوم الموالي. وما كيعطيوك الربح ديالك اللي درتي كعامل توصيل حتى كدوز سيمانه. يعني وسط الاسبوع انت خاسر في الميزان حيت كتخلص ليسانس والانترنت من جيبك واي حاجه كليتيها طبعا وسط النهار حيت ما غاديش تخدم جيعان. وحاجه مهمه ما قلتهاش واللي هو ان هامش ربح الشركه تيكون دائما فايتك. فمثلا اذا ربحتي انت 10 دراهم هما غيربحوا 11 درهم. لكن ما نسرعوش الشباب، الحاجه اللي غادي نجربوها بنفسنا افضل بزاف من داكشي اللي سمعنا عليه وافضل بكثير من كل ما هو نظري. طبعا هو باب تفتح للتجربه غادي يفيدني على المستوى الشخصي باش نحيد ديك الدهشه اللي فيا ونزعم نتواصل مع الناس ونخرج من الكومفورت زون اللي انا فيها. ولا قدرت ندير غير متوسط 50 درهم في اليوم كربح صافي من دون ما نحس براسي كنت كونسوما انا والموتور ديالي، راه خير وبركه. اكيد في ميزان حسناتك ان شاء الله تعالى. الحمد لله، حاجه ديال الصدق ربي كيبارك فيها والله يسهل الامور اخي، الله يوفقنا ويوفقك للخير، الله يلاقيك مع الصالحين والله يكفيك شرار الخلق. هاد المشاعر الصادقه ما عندهاش ثمن وما يمكنش نحطها في ميزان مع اي ربح مادي سواء في التجاره او اي طريقه اخرى. ولا كيجيني ثقيل حتى اني نطلب منكم لايك واشتراك في القناه او اني نقول لكم شحال جاتني من طلبيه القطاعه ديال الخضره اللي بديت بها كاول منتج ليا في عالم التجاره. ولكن انا مجبر نقول لكم فين وصلت حيت هذا عهدي معكم من الاول. بالنسبه للطلبات المنفرده جاوني شي 3 طلبات، الاول في كازا وتلغى والثاني من مدينه القنيطره والثالث من طنجه. لكن مادام ما لقيتش لحد الساعه شركه شحن مناسبه بثمن معقول وقع شويه تردد من الزبناء واللي مشكورين تفهموا على انني مازال مبتدئ. بالنسبه للطلبات بالجمله كاينين 2، الاولى لمدينه العيون واللي فيها 10 قطع واللي صاحبها تواصل معايا ورسل لي ثمن الشحنه لكن جات مع يوم الاحد فما كتبش انني نرسلها ليه، وتحيه لي بهذه المناسبه على الثقه ديالو فيا. الشحنه الثانيه فيها 20 قطعه لكن مازال ما كتبش التاكيد من الزبون. لكن هاد الطريق ديال التجاره عطاتني افكار كثيره وعرفتني بناس الله يعمرها دار، عاونوني بالخبره ديالهم وكاين اللي عرض عليا راس المال اللي نبدا به في نوع اخر من التجاره واللي هو ملابس النساء. والصراحه تحمست لهذه الفكره ويمكن نبدا فيها في اقرب وقت، لكن خصني اولا نختار شركه شحن مناسبه. وانا متردد حاليا بين اوزون وفيتاكس واللي بجوج كيشحنوا للمغرب كامل وبجوج كتبدا عندهم الاسعار من 35 درهم للشحنه الواحده. ويوم الاثنين ان شاء الله يعني غدا والمتوقع يكون يوم عامر بالنسبه لي حيت خاصني نجاليزي واحد الوثيقه عطاوها لي شركه ياسر باش نبدا معاهم الخدمه واللي فيها ضمان الشركه بتحصيل مبلغ 2500 درهم مادام غادي يكون عندي انا كعامل توصيل كاش الطلبيات في يدي، يعني مجرد ضمان قانوني روتيني. لكن نسيت ما قلتش لكم باللي طلبوا مني مبلغ 300 درهم للبوكس، وسبحان الله هذا المبلغ اللي كنت غادي نلقى معاه شويه صعوبه قدرت نجمعه في يوم واحد عن طريق حواله 200 درهم من طرف واحد الاخ في فرنسا وواحد الاخت اللي رسلت لي من بعد مبلغ 100 درهم. الله يكثر خيرهم. وكيف ما كان الحال
انا كنت محتاج البوكس ديال التوصيل والثمن ديالها نيت في هذه الحدود. وبهكا انا قادر نبدا يوم الاثنين الحافل على اتم الاستعداد، اليوم اللي خاصني نوصل فيه طلب الاخ من العيون وما نتعطلش عليه، ونبدا فيه مع شركه ياسر الى كتب الله. ناقصني غير دعواتكم الطيبه وتعاليقكم اللي كتهرس الحجر. ورغم ان المونتاج ولا حمل كبير عليا حاليا حيت ما كنلقاش ليه الوقت، الا انني ولا بد خصني ندير ليه بلاصه في البروغرام باش نقدر نحط لكم فيديو كل 4 ايام، حيت ما خصنيش ننسى وقفتكم معايا، وحيت محتاج لكم معنويا باش نجيكم من الاخر. الله يسهل عليكم كاملين اخوتي واخواتاتي، والله يقدرني نوقف على رجليا ونرد الجميل لكل واحد فيكم، ونشد بيد كل واحد يلاه بعدي ومحتاج لاي نوع من الدعم. في امان الله، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.